انا هعمل النهارده كفته دايت عباره عن لحمه قليله الدسم جدا يعني، وحط عليها بصل مبشور، وهحط عليها توم باودر وملح كمون فلفل بصل باودر. بس عملتها كور ودخلتها التلاجة 10 دقايق كده. طاسه بقى سخنه جدا وهننزل بالكور من غير اي ماده، ولا سمنه ولا زيت ولا زيت زيتون حتى. تاخد صدمه وندحرجها كده، نقلبها في الصينيه لحد ما تاخد صدمه من كل حته، وبعد كده نحط عليها شويه ميه تشربهم ونغطيها. دلوقتي هي نزلت الدهون وانا حطيت شويه ميه وهي شربتهم. هقلبها على الجهه التانية واحط برده شويه ميه. هعمل بقى سلطه، سلطه زبادي. هي دي مفيده جدا مع الدايت، هتبقى بزبادي خالي الدسم او لايت او اي زبادي ما فيهوش دهون. وهحط معاه خيار، طبعا الخيار ده طارد للميه كله الياف، وتوم مفروم، وهحط عليهم رشه ملح ورشه كمون، وهنحط الزبادي وعصره ليمونه وبس. هقلبها بقى واجيلكم. طبعا سلطه الزبادي بتتكلم لوحدها، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها، وطعمها تحفه. طبعا كفته من غير سلطه ما ينفعش خالص. عملت سلطه خيار طماطم خس شبت وبقدونس بصل فلفل جزر، حط عليهم معلقه خل، حط عليه معلقه خل صغيره، واحط عليهم ملح وكمون وبس. ممكن نحط عليهم زيت زيتون لو حب. يا هلا بالجمال، يا هلا. الكفته شكلها تحفه تحفه تحفه، والطعم ما اروع. الكفته اهي، حطيت جوه شبت وبقدونس مع العيش البلدي. طبعا احنا لقينا رغيف واحد في اليوم، يعني يا نص رغيف ابيض يا رغيف واحد بلدي، هو الافضل سن يعني، بس انا مش بحبه. وادي السلطه وادي الزبادي، جربوها بقى وعرفوني. شكل السندوتش والله يفتح النفس.